الخلاصة في الكلام الكتير والحقيقة اللي كل الناس بتدور عليها، وليه أنا ساكت بقالي كتير ومش راضي أتكلم، وليه أنا اتكلمت الوقت بالذات. كل ده هتعرفوه وأقوله لكم بكل التفاصيل وبالأدلة. أنا بقى ما بطلعش إلا بالأدلة. الناس اللي عارفاني أنا لما بظهر خلص الكلام، بجيب الخلاصة بالأدلة لأن بيبقى منقول بناء عن رغبة أحد ما بدون ذكر أسماء يعني. تعالوا بس نسمع الأول الفيديو اللي هنزله لكم ده، اسمعوه كويس وبالذات ركزوا في الثانية 45 وهتكشفوا حقيقة، وهكشف لكم فيها حقيقة حمدي الصعبة جدا جدا جدا. تعالوا نشوف كده. ان هو يشكرني ان انا انقذته من السجن، لان انا فعلا انقذته من السجن. لما انا نبهته ان انت في الامارات ما ينفعش تعمل حاجات شمال من اللي انت هتعملها دي، انقذتك من السجن. رجع، فانا انقذتك من السجن. فلو سمحت اعترف بان انا انقذتك من السجن، لان هو كانت خطته ان هو يسقطها. بس انا علشان انا نبهتك فانت غيرت الخطه وهتطلع من الامارات خالص. قلت ايه؟ عشان الشغل الشمال ده مش هينفع يتعمل في الامارات، فانا امشي من الامارات. فانت يا محمد انا انقذتك من السجن، المفروض واجب عليك تشكرني. وخطته ان هو كان يسقطها في الايام بتاعت وفاء وولاده وفاء، علشان خاطر بدل ما الناس تدخل تقول لي الف مبروك ويقولوا لوفاء الف مبروك، لا، يخشوا يقولوا لي حرام عليك انت فرحان، هو انت ناقصك عيال واخوك مراته سقطت بالكذب. فانا عارف ان هو هيعمل كده، بس انا بوظتها لك الخطه دي علشان دي خطه. وطبعا انا ما بقولش ان هو عنده عقم ما ينفعش يخلف، لا ان شاء الله ربنا. طبعا في ناس هتستغرب تقول لك ليه؟ طب انت مغير صوت الفيديو ليه؟ الحمد لله الفيديو معروف ومنتشر على السوشيال ميديا ومعروف الكلام اللي بينقال والصوت واضح برضو الى نوعا ما، بس انا غيرت الصوت لاني محدش يعرف قساوة حمدي وسلوكه قدي. محدش يتعامل معاه ولا عرف خباياه زيي. والناس اللي متابعاني من على القناة من الأول خالص، وما كنت بدافع عنهم اما كنت حاسس ان هم مظلومين، انضريت منهم قبل غيرهم، بالذات هو، لان هو عنده. طبعا الفيديو ده انا عشان اعجبه لكم تعرفوش انا تعبت قد ايه، لاني طبعا كل اللي خد الفيديو ده اتعمل له انذارات، اتعمل له الفيديو حذف من على القناه، لان الفيديو ده اكبر دليل على مساوئ حمدي ونيته السوء. اما لقى ان البساط هيتاخد من تحت رجليه في الولاده، بالذات ان اخوه محمد بدا يعمل فيديوهات وراجل ما وروش حاجه غير زوجته وطفلته، مسافر، الدنيا الى نوع ما حلوه كويسه. ف الفيديوهات بالنسبه له سهل يعملها يوميا تقريبا. فقال لك بس كده البساط هيتاخد من تحت رجليا في الولاده. قال لك لا ادمره، يعني ما خافش حتى على اخوه، يعني حتى على اخوه لا، انك تطلع وانك تكسب وانك تبقى ترند وانا البساط يتسحب من تحت رجليا وما اجيبش الترندات، يبقى لا، يبقى انا لازم اضرك. قرر ان هو يضر اخوه محمد. هو نفسه بيقول في الفيديو اللي انتوا سمعتوه في الثانيه 45، بيقول لك انا عارف ان انت كنت هتعمل خطه وهتيجي في يوم الولاده وتقول مراتي سقطت، فعشان الناس بدل ما تخش تهنيني تخش تقول لك مش عارف ايه. يا قد كده انت فرض النيه السوء لاخوك؟ قد كده انت يهمك انت نفسك أهم؟ يعني للاسف كارثه. حتى اخوه المهم هو عنده مبدأ هو بس، ولدرجه ان هو بيبهدل اخوه، بيدمر اخوه، وقعهم في بعض الاخوات، بالرغم من ان محمد ده بجد والله 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 ثلاثة، محمد ده انضف ما فيهم. ومحمد ده يعني اصدق واحد مع جمهور، عيل قلبه صافي. والله الكلام ده مش بقوله من فراغ ولا بقوله كده وخلاص. محمد الوحيد في اخواته اللي كان ممكن يسيب للناس لقنوات الرياكت ياخدوا فيديوهات ومقاطع، وعمره ما عمل انذار لحد، عمره ما عمل تحذير لحد، عمره ما عمل وقف للفيديو لحد. لكن طبعا حمدي يعني كل الناس اكيد مجربه يعني انا واحد من الناس، بالرغم ان انا كنت واقف معاهم وقفه جامده جدا واتهاجمت واتبهدلت واتشتمت عشان خاطرهم، مش عشان خاطرهم، عشان برضه نبقى صراحه وعشان كل واحد يبقى بيتكلم كلمه حق.
انا غلط فيا عشان انا قلت كلمه حق من وجهه نظري كنت شايفها في الفتره بتاعه الازمه بتاعتهم مع جوز اختهم. بالرغم ان انا في بعض الاوقات حسيت ان هو مظلوم وجيت معاه، لما كنت باجي معاه لمجرد احساس كلمه حق بقولها كان عمل لي تحذير، اتشالت فيديوهات من عندي من القناه منه، من حمدي. والكلام ده انا بقوله وعارف انا بقول ايه، وبعد ما قناتي كبرت وممكن ده الكلام ده يعرضني للخطر لقناتي، بس انا مش فارقه معايا القناه. اللي متابعني طبعا متابع ان انا بقالي كتير ما بعملش فيديوهات ولا بعمل حاجه، القناه مش فارقه معايا. كلمه حق بقولها لله. محمد اتبهدل، وبالرغم من كده مش راضي يرد، عامل احترام لامه وابوه واخواته، بالرغم من كده هم عمالين نازلين على دماغه ضرب ضرب ضرب، عايزين يدمروه. مش عارف ازاي يوصل بيه الحال لكده، اللي هو انا وبس. طبعا والحاجة مبدأها معروف، معاهم عليهم، يعني بعد ما هترجع الوضع هيختلف، وهتكلم محمد كويس، ومش بعيد محمد يطلع برضو صوت قريبا وهي بتقول له معلش وانا كنت براضي الدنيا والامور تمشي، ومعلش يا محمد، بالرغم ان الغلط كبير. قناه عملت مخصوص لضرر محمد. طب هل في ام في الدنيا، في ام في الدنيا تعمل كده؟ حتى لو ابنك وحش تطلعي قدام الناس كلها تقولي ابني كذا 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 وارجع يا محمد ليه؟ ليه يعني بنت ابنك ديت تالين اما تكبر وتشوف فيديو زي ده لو ما اتمسحش يعني، وطبعا هو معمول قناه لوحدها عشان يتمسح بعد كده، بس هي اما تكبر وفيديو زي ده تسرب اكيد تاخد سكرينات وتسجيلات للفيديوهات دي كلها وهتطلع قدام. فتخيلي كده اما بنت ابنك دي تكبر وتشوف فيديو زي ده، تمام، ربنا يديك الصحه ويكون لك عمر يعني وتكوني موجوده، وتلاقي يعني تيتا تقول على ماما كذا. الوضع ازاي؟ منظرك ايه؟ والحاجه كبيره ست فاضله يعني، يعني زي امنا ويمكن اكبر من امهاتنا كتير، من امهات لنا كتير يعني. ليه توصل بينا الحال للدرجه دي؟ ليه حمدي عايز يدمر اخوه بالشكل ده؟ الناس كلها بقت الامور بقت واضحه، الامور بقت تفاصيل واضحه وصريحه. واضح جدا ان حمدي هدفه الاول والاخير دمار اخوه لسبب ما الله اعلم، بس انا من وجهه نظري ان انا شايف ان هو عايز خايف محمد يسحب البساط من تحت رجليه، بالذات ان هو ما بقاش يعمل فيديوهات بقاله كتير، ومحمد بيعمل فيديوهات ومحبوب لان دمه خفيف والناس متعاطفه معاه لمرض زوجته. ربنا يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. انا حبيت اجيب لكم في الاول الفيديو خالص، الفيديو اللي وضح بالدليل قد ايه حمدي من جوه مش نظيف. وسبحان المعز المذل، زي ما ربنا اداك ووسع عليك وخلاك في الاول وترندات، زي ما ربنا قادر في لمح البصر يخسفك لسابع ارض. وفي امثله كتير كانوا اعلى واكبر منك، وفي لمح البصر في لحظه بسبب ما او بدون سبب ما كله راح. نتمنى ان ترجع ويكون ده ترند، وانتظروا المفاجاه الاكبر في الفيديو اللي اتسرب واللي اتقال عليه ان محمد كان بيضرب الاء بالدليل. بالدليل، ما بنجيبش حاجه مجرد كلام، ما بنعملش رياكت وكلام من ده، لا، ده الكلام. شايفين الشكل ده؟ شايفين الشكل ده؟ ركزوا فيه قوي، ركزوا فيه قوي. واللي عارفني من اول قناتي عارف انا لما بقول حاجه بقولها ازاي وايه دليلها والكلام جاي منين ورايح فين. انتظروا الفيديوهات اللي جايه بالدليل، هنوضح لكم كل حاجه، والفيديو اللي اتسرب غلط وايه موضوعه وايه حكايته بالدليل. لما بنتكلم بالدليل، مش كلام وخلاص. الايام اللي جايه هيبقى فيها مفاجآت، الا اذا حمدي رجع عن اللي في دماغه وقرر ان يظبط امور الدنيا ويتغاضى عن الاخطاء اللي هو عمال يعملها والغلط في الناس، ويرجع لعقله وينتبه لشغله زي ما هو كان بيعمل الاول. ولو عايز يوجه رساله ليا ولا حاجه برضو زي ما احنا متعودين هيوجهها من تحت الترابيزه. انتظروني في الفيديوهات اللي جايه، خطيره